ونروح على طول للمركز ال15 مع أحد أعرق كرتونات ديزني، داك تيلز. أحد أوائل الكرتونات اللي اتفرجت عليها في حياتي، وتعلقت جامد بعدها ببطوط، وبقى أحب الشخصيات بالنسبة لي أكتر من توم وجيري. شكله وطريقته في الكلام والكوميديا اللي بيقدمها حاجة تانية مختلفة تماما. بس هنا بطل الكرتون عم دهب، الملياردير اللي كلنا لما كنا صغيرين نفسنا نبقى زيه. حتى أنا فرشتله صح لما اتكلمت عن لعبته ضمن أقوى ألعاب ديزني. وسع انت وهو. جه المعلم بقى، عم دهب حبيب قلبي. طبعا مش ملياردير. وفي الاخر ما شفتش حاجة، كل تطبيلي راح على الفاضي. المهم بان المسلسل ده بدأ اول مرة في 1987 وخلص على 1990، وغالبا كان اول مسلسل تلفزيوني كرتون لديزني انيميشن، ورجع تاني يتعرض في 2017 بعد غياب 27 سنة، وانتهى في 2021. والله اعلم هل في نية يعملوا مواسم جديدة ولا عفى عليه الزمن خلاص. والمسلسل بشكل عام أحداثه مع العم دهب وأحفاده الثلاثي المرح ده، مغامرات مختلفة في أماكن وعصور مختلفة، وبيدوروا على كنوز والأجواء دي. ومش متأكد إن كان مقتبس من قصص مصورة بنفس الاسم ولا لأ، لأن في قصص مصورة باسم المسلسل، بس مش عارف أيهم اللي ظهر الأول. وأنا الصراحة معرفش الجديد ده بتاع 2016، أول مرة أعرف عنه وأنا بحضر الحلقة. أنا اللي أعرفه الكلاسيكي بتاع التمانينات، وكنت حابه الصراحة بالرغم من أني بشوفه سوداوي ومرعب، لأن أجواءه كانت كده فعلا ظلامية ورعب. طبعا ده كان رعب الطفل عنده 2-3 سنين، وأخدت عنه الفكرة دي من ساعتها. وغالبا المسلسل نظيف، ولو هيبقى فيه حاجة هتبقى بسيطة، بس برضو الواحد يحرص، مفيش حاجة مضمونة.